شعب مصر العظيم، أتوجه إليكم جميعا بحديث من القلب. أتحدث معكم حديثا من القلب. أفنيت عمرا دفاعا عن أرضه وسيادته. أنا قضيت عمري كله جندي في خدمة الوطن. ما قدمته من عطاء للوطن لأكثر من 60 عاما، من حوالي 45 سنة، لم أسعى يوما لسلطة أو شعبية زائفة. أثق أن الأغلبية الكاسحة من أبناء الشعب يعرفون من هو حسني مبارك. أمتثل لنداء جماهير واسعة من الشعب المصري طلبت مني التقدم لنيل هذا الشرف. أكثر ما يوجع قلوبنا هو الخوف الذي انتاب الأغلبية الكاسحة من المصريين. سأظل أحارب كل يوم من أجل مصر الخالية من الخوف. إن مسؤوليتي الأولى الآن هي استعادة أمن واستقرار الوطن. الأمل هو الأمان، هو الاستقرار. المزيد من الإسراع في جهود محاصرة البطالة. في ملايين من الشباب بيعانوا من البطالة ومفيش ليهم عمل في مصر. ده أمر غير مقبول. بعزة مصر وكرامتها وهويتها الفريدة والخالدة، فهي أساس وجودنا وجوهره لأكثر من 7000 عام. القدرات والموهبة التي يتمتع بها الشعب المصري منذ 7000 سنة. كما أنني رجل من أبناء قواتنا المسلحة، وليس من طبعي خيانة الأمانة. كل الأمانة، كل الإخلاص، كل الشرف، كل الوطنية. حافظ الله مصر وشعبها. حفظ الله مصر وحفظ شعبها العظيم. أنا ماليش أي طموح شخصي، أنا عارف في ذهن الناس بتتكلم عليه. عمري ما بدأت بهذا الطموح. ليه قررت تترشح للرئاسة؟ ليه خدت هذا القرار؟ هدف الأول أدي الناس أمل وأمل جديد في مستقبله. نعم. أطمن الناس في مستقبلها زي شعارنا. الحزب الوطني الديمقراطي علشان تطمن على مستقبل ولادك. ليه السيد جمال مبارك دخل الحياة السياسية من 10 سنوات تقريبا؟ كان اختيارك وراء ايه؟ أي وطني مسؤول يبقى فيه مسؤولية تجاه بلده ومستقبلها وعنده فرصة أنه يتقدم لحماية هذا الوطن وهذا الشعب ومستقبله، كان لازم يتقدم. في الانتخابات اللي جاية أكيد حدي صوتي للي يشوف مصالحي ومصالح ولادي، حدي صوتي لمرشح الحزب الوطني. أنا ليا زوجة ست فاضلة جدا، عشرة العمر كله يعني. زوجتي قنوعة جدا وعارفة إمكانياتنا وتدبر حالها، وولادي كانوا قنوعين. محمود بيشتغل في المخابرات العامة، ومصطفى بيشتغل في الرقابة الإدارية. إذا كان خط سيره هيأهله إنه يقبل كان به. ما فيش واسطة في دي أبدا خالص. أنا مين؟ مش أنتوا عايزين تعرفوا أنا مين؟ طبعا. أنا ما بحبش الواسطة والمحسوبية بجد، وبعتبرها تدخل غير مقبول بجد. التصدي للفساد بالتصدي اللي بيسيء استخدام القانون أو بيسيء استخدام السلطة. أنا ما أقدرش أحترم نفسي بالمناسبة ولا أحترم الشعب المصري بأن أنا أقول كلام وأنا من خلف الستار بعمل حاجة تانية. ما نقوله في العلن هو ما نقوله وراء الأبواب المغلقة. احنا بنتكلم إن شاء الله في خلال سنتين. في سنتين إن شاء الله. السيسي يعد المصريين خلال سنتين أن يشعروا بأنه جيبهم مليان. المصريين والسيسي يعدون أنفسهم أنهم في خلال عامين ستنتهي مشكلتهم. بقول عشان تطمن على مستقبل أولادك وبالتالي على مستقبلك أنت كمان، الحزب الوطني بيتعهد لك بزيادة معاشات، الحزب الوطني بيتعهد لولادك بإعانة بطالة. وإحنا كلنا محتاجين ما نعلقش على أحكام القانون. إذا كنا عايزين نبقى في دولة قانون ونرجع هيبة الدولة المصرية كما كانت بالقانون. أنا بتعامل بالقانون، أنا ما بتعاملش مع حد خارج القانون. السعودية والإمارات والبحرين والأردن ومصر تتفق مع مصالح إسرائيل. I think that the whole world should support Sisi. I think that you have to support him. If we support him, it probably will embarrass him. It probably won't help him. الجرايد كلها والإعلام كله هو بصراحة يعني دي آلة عملاقة جدا جدا في توجيه الرأي العام وصياغته. طب هل النهاردة اتعمل
مجلس امنا استاذ عادل من الساده رؤساء مجالس الصحف قالوا ان احنا عايزين نوحد خطابنا، مش عشان ان احنا نهدف لحاجه غير ان احنا يبقى في ثوابت الورقه دي تروح للجورنان ده والجورنان ده والجورنان ده. ده الوعي اللي احنا عايزين نحطه في المجتمع تجاه مساله بعينها. الناس في مصر ينظروا الى الرئيس، ينظرون اليه كصوره الاب راعي العائله المصريه الكبيره، المخلص لهم من الهموم، المنقذ لهم من المشاكل، الذين يتوجهون اليه بكل احلامهم وطموحاتهم. انا اتمنى ان كل طلبات الناس اقدر اعملها، لكن ما تنساش ان انا ماشي في ظروف صعبه جدا من يوم ما اتوليت لحد النهارده، ظروف صعبه. انت مش محتاج تقول لي هات، انا لو اقدر اديك هديك من عيني، بس انا مش قادر. هتاكلوا مصر يعني هتموتوها يعني؟ الاماني والاحلام والتمنيات كويس، انا عايز اعمل كل حاجه فيها خير لاهلنا قاعدين جوه، لكن في النهايه لازم اكون صادق مع نفسي ومع المجتمع ان انا اوجد الموارد. يلاقوا المستشفى مش كويسه، طب ليه؟ يلاقوا المدرسه مش كويسه، طب ليه؟ يلاقوا ان مفيش فرصه عمل، طب ليه؟ ليه؟ لان مفيش. انا عندي 30,000 طبيب، كام منهم اللي متجوز، اللي عايز يتعلم، الفلوس ما تكفيش مواصلات لغايه المستشفيات. يا مش هو فقط، ده مصر كلها. بلاش، انا بقول لحضرتك ما تذلهمش بقى وتزود الشرطه لرابع مره وتقول البلد ما فيهاش فلوس وتضاعف مرتبات الجيش 3 مرات. حضرتك يا استاذ محمود بتتكلم على ليه ما نصبرش على البلد وليه ما نصبرش على الناس. الحقيقه احنا صابرين، احنا فعلا صابرين، بنتكلم بقالنا سنين في تحسين لاحوال الاطباء، فاللي يزيد هو الجيش والبوليس. اخر زياده كانت في وسط اضراب الاطباء لامناء الشرطه 30%. في يعني اصناف من الناس اللي بتشتغل في الدوله بيتم محاباتهم ضمانا للولاء. خلونا نتكلم على صراحه كده. الشرطه نفسهم بيتم الاعلام بيتم ضمان ولائهم بدفع فلوس، ويتقال لبقيه الشعب ان البلد خربانه. يا اما نشيل كلنا مع بعض، يا اما تدي للناس كلها. في مؤسسات ما تستحملش الانتقاد، معنوياتها بتتاثر بشده، وانت محتاجاها انها تبقى دايما في اعلى درجات الاستعداد. زي مؤسسه الشرطه مثلا، تطهير الداخليه مثلا. التعبير ده لما يتقال لهم كل ضابط واقف النهارده طول الليل قاعد على محور من المحاور يقول لك يعني احنا تطهير، يعني احنا وحشين. قدامنا مستقبل واحد بس عايزين نشتغل، والمستقبل ده مش هيجي بالسهل، هيجي بالعرق وبالكفاح والمصابره وبالاستمرار وبالاصرار. لازم نتحرك وبقوه قافزه عشان معدلات الحركه العاديه مش هتبقى كفايه. عندنا طموحات كثيره للمستقبل، عايزين نحدث طفره. انا ما نمشي وكمان انتوا مش هتناموا. انا في حياتي ما خدتش غير 3 شهور اجازه في 56 سنه. انا جاي من مؤسسه لازم تنجح، لازم تنجح. انا دائما بيغلب عليا طابع العمل المؤسسي. مش مقبول ابدا ان احنا الناس دي تعيش اكتر من كده والشعب ده يعيش اكتر من كده في العوز اللي هو فيه. لازم نخرج من دائره الفقر. فكره محاربه الفقر من وجهه نظرنا هي ليس فقط الحمايه، هي الحمايه نعم، هذه الاسر تحتاج الى حمايه، لكن في نفس الوقت ازاي افتح لها الباب وافتح لها باب رزق. مش هنفضل احنا كده نعمل انفاق وكباري وانفاق فوق الكباري، لا. تحقيق نقله نوعيه اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. احنا بنتكلم على واقع يتغير بجد، والناس تشوف في حاجه، طرق بتتمد وكباري بتتعمل. يدفع خطواتنا شعب عريق لا يلقي بالا للمشككين. المصري شعب عظيم عبقري، شعب عظيم عبقري. جيت في 2005 وتعهدت بقضايا محدده، تمام. وده اللي بيميزنا في برنامجنا الانتخابي، لم نكتفي بالعموميات، دخلنا في ادق التفاصيل. عندنا في حدود 300 مليون او 400 مليون لمبه في منازلنا، يعني لا بقول لحد يعني ده غير بقى لو قلت له في لمبتك، لا انا ما قلتلوش كده، انا بس هحول اللمبه ديت في وقت قليل، من لمبه مستهلكه للطاقه الى لمبه مش مستهلكه للطاقه. شراء لمبات موفره، هي اللي تشتري شركات الكهرباء لمبات موفره وتبيعها بنص الثمن للمواطن
دي نمره واحد بنص الثمن، وهي تتحمل النص الثاني. لو اتحطت اللمبة دي تنزل تقريبا او تخفض او توفر بقى ما يقرب من 4000 ميجا وات كده بالبساطة دي. نعم، انا بقولش اي كلام، خلي بالك بس انا كنت قائد عام بدير مؤسسة عملاقة، فالكلام مش اي كلام كده. احنا وزعنا في نهاية السنة الماضية 6 مليون لمبة. النهاردة بيتم توزيع 3 مليون لمبة. احنا بنحاول نخاطب اكبر فئة ممكنة، مش بكلام حلو، مش بشعارات، ببرنامج محدد. البرنامج اللي احنا بنتكلم فيه برنامج بمنتهى البساطة كده، حلم قابل للتحقيق. عملنا عمل كبير ومشوار كبير وتحدي كبير، وبلدنا تستحق مننا كلنا نحط فيه المجهود ده فيها، وتستحق مننا ان احنا نستحمل الكتير لها. المصريين لو وجدوا امل حقيقي بيتعمل على الارض هيصبروا اكتر من اي شعب في الدنيا. نتجه بقلوب مخلصة ان يؤيدك امين يا رب، امين يا رب العالمين، وان يجعل امان مصر على يديك، امين يا رب العالمين، وان يبعد عنك الاشرار اهل الباطل. الشعب هو الفيصل والحكم. يعني مش عايزين بقى نحجر على الناس، عايزين الناس تطلع وهي اللي تختار. انا بقول للمصريين خلي بالكم، اللي انتم بتختاروه لازم يكون الى حد كبير بيحقق المصلحة الوطنية لمصر ولكم، فاختاروا بفهم، اختاروا بعمق، اختاروا بمسؤولية، مش ببس الكلام او باي اسباب اخرى. نعلن له العهد ان يقوم بالاصلاح وبتنقية الدوائر من المفسدين، وأن يعلن راية المصلحين، وأن نبدأ معه عهدا جديدا نقول له نبايعك يا مبارك، والسلام عليكم ورحمة الله.